استنى لا تغلق الفيديو حبيبي، محضر لك مفاجأة في آخر الفيديو جايب لك. أهلا بكم في الريفيو مع شوري، والنهارده الريفيو وليد. عندكم فضول تاكلوا اكل هندي؟ تعالوا احكي لكم عن تجربتي في انديا جيت. وعلشان كده جينا مطعم انديا جيت. وما تنساش اديني قلبك. اديني قلبك خد قلبي، اديني قلبك خد قلبي. هو الاكل الهندي ما فيهوش غير لونين بس، الاحمر والاصفر بس، كده خلصت الالوان في الهند. وشك بيضحكني. تقريبا طلبت معظم الحاجات اللي طلبها وليد. معظم الاكل فراخ. انا مش عارف هل الهند مقتصره في الفراخ ولا ايه، بس بما اني لقيت ان كل اللي طلبوا فراخ قلت اكسر بطبق واحد اخليه لحمه، علشان برضه يبقى جربنا الفراخ واللحمه مع بعض. وده عيش جواه فراخ مبشوره، اول مره اجربه وعجبني. اهلا بيكم في الهند. اقدم لكم الطبق الاول وهو، بس الدباني يسيبني في حالي. نقدم لكم الطبق الاول احبابي في الله. سبسكرايب ماي شانل ولايك على الفيديو. اقدم لكم الكنال. الكنال هو عيش عادي جدا بس هندي. انا بهزر معاكم. عيش جواه فراخ مبشوره. يا ترى ايه طعم الكنال؟ معلش اول ما نيجي عند الاسم الهندي نعمل كده الكنال. بس خلينا افكركم قبل ما نبدا ان الاكل اذواق. السمك صهاب مش طواجن. بسم الله. السندوتش ده طعمه جامد قوي، انه فراخ بالشكشوكه. عارف انت طعم الصلصه كده مع البصل اللي بيتحطوا مع البيض بتاع الشكشوكه، وهو رايح في الحته دي. بان كده احب الاكل الهندي. اول حاجه اكلها في الاكل الهندي اللي هو السندوتش التيكانال، عجبني جدا. فراخ المبشوره، الدبان بتاع الشيخ زايد هيجنني. فراخ المبشوره مع سنه البصل مع الزبده خطيره. اقول لك ايه جامده. خد قطمه واديك ممكن اخد قطمه اهي. ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني الفراخ التندوري، كان طعمها حلو ومتبله تتبيله كويسه والسوا بتاعها مظبوط. انا اتبسطت بالسندوتش اللي فات، واتمنى الفراخ الكندوري تكون زيها حلوه برضه. تندوري، انا الاسامي عندي رايحه خالص. تندوري اللي بتتسوى في التنوري. النور اللي هي التنوره اللي بتلف دي بيسووها فيها. الهندي دي عليهم حاجات. دي الفراخ التندوري بالخلطه الهنديه. بسم الله. مبدئيا حاسس بالاسواق حوالين شفايفي، من بره كده حاسس انها سبايسي. تتبيله واصله لحد جوه بس كده. الفراخ من جوه رايحه شويه للفراخ الشوايه من حته ان هي طريه، لكن الطعم والتتبيله مختلف خالص. احنا قايلين ان الاكل اذواق كده كده، بس بالنسبه لي الفراخ الشوايه المصري ولا الفراخ الهندي؟ الشوايه المصري احسن طبعا. الحته دي نار من السبايس اللي جنب في الفراخ. فتعالوا نكسر بحاجه غريبه جدا، مش غريبه بالنسبه لنا بس هتفهموا ليه غريبه. ده تمر هندي. طبعا انت هتقول لي طب وايه الغريب في التمر الهندي يا عم شوري؟ ما احنا بنشربه في كل حته. اقول لك لا، تمر هندي بس بقوام الصوبيا المصريه، وجايب لك معاه معلقه. تعالوا ندوق هل هو زي التمر المصري فعلا ولا لا. عم انا فهمت قصدي، مفيش تمر هندي مصري طبعا، بس انا قصدي التمر الهندي المعمول بالطريقه المصريه، هل هو شبه التمر الهندي المعمول بالطريقه الهنديه ولا ايه؟ بسم الله. عارف لما جسمك تحس ان هو بيزيق، بتعمل كده اول ما تشرب حاجه تحس انها جزعت معاك؟ انا فهمت ليه الهنود ماشيين بيعملوا كده على طول. طعمه حلو ولا لا؟ انا بالنسبه لي عشان بحب السكريات فبحب التمر الهندي المصري شويه. ده مش مسكر قوي بس هو لذيذ. تعالوا نخش في اللي بعده. ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني الباتر تشيكن والتشيكن كاري، وعباره عن صدور فراخ مطبوخه بطريقه هنديه معينه وبتحط عليها توابل. معانا التشيكن كاري بالكريمه. ما شاء الله كل دي قطعه فراخ، حاسس ان الهنود متوصيين بينا. ده تشيكن كاري بالكريمه. بسم الله. الله ايه جمال الصوص ده. الصوص ده لوحده والله يتغمز. الفراخ جامده جدا ولا كلمه، الصوص خطير. وانا طلبت عيش مخصوص عشان بجد هغمز الصوص ده، فهركنه على جنب. خش في اللي بعده وهرجع له تاني. يتغمس ولا يتغمز مش عارف، ده الناس تقول لنا. يبقى قولوا لي في الكومنتات هيتغمز ولا يتغمس. فريق الاعداد محتار شويه، فمعلش يبقى فيدونا في الكومنتات. انا الصراحه لحد دلوقتي مبسوط بالتجربه الهنديه. يعني انا كنت متوقع ان الحاجه هتبقى غريبه قوي والبهارات طعمها غريب. بالنسبه لي لحد دلوقتي الدنيا كويسه. وده الطبق المختلف عنه، هو طلب كل الحاجات فراخ. اول طبق انا اطلبه لحمه، وهو دي لحمه بصوص مسله. حاسس ان الهنود متوصيين بكل حاجه. كل دي حته لحمه، ناخد منها حته بس. تعالوا ندوق. بسم الله. هي اللحمه دايبه مفيش كلام، لكن طعم اللحمه بالخلطه الهنديه بصوص المسله ده مش جاي معايا خالص. الطبق ده الصراحه ما عجبنيش، الفراخ كانت اجمد بكتير. نخش في اللي بعده. ومن الاطباق المشهوره عندهم الحيدر ابادي، وبيبقى فيه منه بالجمبري والفراخ واللحم، وبيكونوا معمولين مع رز بسمتي وبيتحط عليهم بهارات وكاجو وزبيب وحاجات تانية كتير. الفراخ عجبني اكتر وطعمه ما كانش سبايسي قوي. ونخش في اخر حاجه هيدربان. طبعا انا كنت ناوي اشوقكم للاخر، بس حظكم ان العيش التاني اتاخر، فهنخش في اخر حاجه. العيش اللي اتاخر جه، بس برضه همشيها في الطاجن عشان ما ازعلكوش. ويا ترى الطاجن فيه ايه؟ ده اللي هنكتشفه مع بعضينا
زي ما احنا شايفين العيش بيتقطع بسرعه. خلينا نفتح ونشوف. كمرتك يا استاذ نصر. يا نهار ابيض على المكسرات، فاتحين مقله ولا ايه؟ شكل الالوان لوحدها تفتح النفس. دي المعلقه المثاليه، رز تشيكن مكسرات. بسم الله. المعلقه المثاليه طلعت طعمها عاديه. الرز البسمتي العادي بتاعنا حاسس ان هو ما فيهوش اي اختلاف، زيه زي اللي بتاكله في اي مكان. الفراخ كويسه، مش حاسس ان فيها حاجه مميزه. المكسرات طبعا اللي احنا عارفينها. مش حاسس بالطاجن ده في اي اختلاف الصراحه. فخلينا نرجع على حبيبه قلبي اللي ما اقدرش انساها بعد ما العيش بتاعها جه. عيش بالزبده، جامد الكلام ده. التغميسه الجميله بقى، والله اللقمه شكلها حلو. بسم الله. ايه الجمال ده؟ طعم الكريمه هيبقى في البق. في الهوز جواه كريمه، الكريمه اللي جواه بتدوب في بقك، هو ده اللي انا حاسه دلوقتي. استنى، لا تغلق الفيديو حبيبي، محضر لك مفاجاه في اخر الفيديو. جايب لك الكوكونات اللي هو جوز الهند بتاعنا عادي، ولكن ده الكوكونات الهندي. ايس كريمات وديزرت هنديه، وهنشوف هل فعلا الكوكونات ولا ما نطش. يلا بينا. انا حاسس ان انا صعيدي، ده مش هندي خالص صح؟ وده الايس كريم الكوكونات المشهور بتاعهم، وعرفت ان هو بيتاكل مع الجزر. كانت اول مره اجربه وعجبني. 1172 عشان الدقه بس. دي الاسعار، بدل ما اقولها لكم واحده واحده خدوا بقى سكرين شوت وشوفوا الاسعار براحتكم انتوا. شكل الجوز هند خطير. انا مش اقل من بتوع الساحل، معلش يجي لي جوز هند سليمه. شكله جامد الصراحه. تعالوا ندوق، نعيش الاجواء بقى ونمسكها في ايدينا. تقيله قوي. بسم الله. كل حاجه عندهم سك، يعني التمر هندي سك، الكوكونات سك، ما بيهزروش. جوز هندي تقيل جدا، يعني مش ايس كريم جوز هند متخفف بحاجات كتير، لا جوز هند طبيعي. انا مبسوط، وعاوز اقول لكم هتحسوا وانتوا بتاكلوه في القرمشه كده كأن في قطع جوز هند جواه. في حلويات بناكلها بتلاقي كده شرايح رفيعه من جوز هند، ازازه في بقي دلوقتي. في نهايه الفيديو لازم اشكر اللي بعت لي الريل ده على الانستجرام وقال لي يا شوري لازم تجرب الاكل الهندي، وما تنسوش تمنشنوا اصحابكم في الكومنتات اللي هتجربوا معاهم الاكل الهندي في انديا جيت، وطبعا لايك للفيديو، ويبقى قولوا لي في الكومنتات او ابعتوا لي على الانستجرام تحبوا الريفيو الجاي عن مين وفين. وكالعاده مي بريزر، لو ما حدش حل يومكم النهارده وقال لكم ان هو بيحبكم فانا بحبكم. سعيد قوي، ده سعيدي موت. لسنا الواحد ولكننا ظلام.